غلاسكو 2024 كانت اول ميداليه عالميه بالنسبه لي ياسر تريكي، وان شاء الله ما راحش تكون الاخيره لاني اعمل بجد باش ان شاء الله الرايه الوطنيه تكون دائما في الاعالي باذن الله. تريكي ياسر محمد طاهر، رياضي في المنتخب الوطني لالعاب القوى، اختصاص قفز الثلاثي والقفز الطويل، نائب بطل العالم 2024، بطل العاب البحر الابيض المتوسط 2022، المركز الخامس في اولمبياد طوكيو 2020 والمتاهل الى اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. بديت رياضه العاب القوى يرجع الفضل للاب رحمه الله، لانه هو وجهني لهذه الرياضه بعد ما عملت منافسه وحصلت العديد من الميداليات في ولايه قسنطينه. كاين المدرب فيصل قرابسي اللي نوجه له التحيه بزاف، هو اللي اتصل بالاب رحمه الله، والاب تاعي وقف معايا فريمون باش نحب هذه الرياضه، حبيتها والرياضه الان ديال حياتي. بالك الطريقه الوحيده اللي نقدر نشكر بها هي نجلب له الميداليات العالميه خاصه، وباذن الله انا راني نعمل باش نقدر او نرجع له شويه خير. الهدف الرسمي لسنه 2024 اللي عندي 4 سنوات وانا نحلم به هو البوديوم، وخاصه ان شاء الله الميداليه الذهبيه في الاولمبياد باريس 2024، وان شاء الله نشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله احسن تشريف.